اللي كان هو وبن بله وبوضياف والخضير وايد حمد ومجموعه ديال العناصر الاخرين اللي كانوا في بركان تعلموا السلاح فين؟ تعلموه في بركان. تعلموا الثوره فين؟ تعلموها في بركان. حتى نيلسون مانديلا اللي كان رئيس ديال جنوب افريقيا نهار اللي جا هنايا شكون اللي استقبلوا الاول؟ استقبلوا الدكتور الخطيب. شكون اللي جمع له الفلوس؟ الدكتور الخطيب. شكون اللي عطاه الهدايا؟ محمد الخامس. شكون اللي صافتوا البركان باش يتعلم السلاح؟ صافتوه من الرباط هنا البركان تعلم السلاح فوق اللوط وفي تافوغاد. اذا هاد جنوب افريقيا والجزائر اللي راهم الان يجريوا باش يقولوا على ان ذاك البوليزاريو ورا الشعب، هاد الجزائريين بذاتهم تعلموا عندنا. حتى الهواري بومدين فيه كنيبات في القهوه ديال الوالد ديالي، القهوه ديال القصبه اللي قدام الموقف. في كان هذا نيلسون مانديلا كنيبات هنا فوق اللوت وكنيبات في تافوغاد في القلعه نتاع بني زناسن. بان كيمون ربما غلط، ما قراش التاريخ مزيان، ما قراش على ان التاريخ ديال بني زناسن في حروب دائمه مع العدو. ما قراش على ان تركيا اللي احتلت الجزائر ما استطاعتش تحتل المغرب بفضل التضحيه نتاع قبائل بني زناسن. ما قراش على ان هاد الثوره اللي ناضت هنا في بركان سبقت حتى الاستعمار الفرنسي ما قدرش يدخل الجهه ديالنا حتى دخل على الدار البيضاء. قلعه بني زناسن هي قلعه للدفاع عن الحوزه الترابيه والوحده الوطنيه. تافوغاد إذا كانت المغرب كيحتفل ب20 غشت نتاع ذكرى ثورة الملك والشعب، تافوغاد دارت الذكرى وفتحت الثورة في وجه الاستعمار من أجل عودة محمد الخامس في 16 غشت ماشي في 20 غشت. وثيقة الاستقلال اللي كيقولوا تسنيات في 11 يناير من أجل المطالبة بالاستقلال ما تسنياتش في فاس، تسنيات في الدار ديال بن عامر ففي مداغ. إذن هاد القبائل تاع بني زناسن عندهم تاريخ. وبان كيمون إلا كان بالفعل كيقول تقرير المصير ولا كيقول الاستقلال ديال الشعوب، لماذا لم يتكلم عن القضية الفلسطينية اللي مستعمرين من طرف الصهاينة سنة 1948؟ لماذا لم يتحدث عن باقي الأقاليم اللي موجودين في الجزائر؟ القبائل اللي خصهم حتى هما تقرير المصير. توارقات طوارق في جنوب الجزائر. حنا إذا كنا نهار الأول ساعدنا الجزائريين وضحينا ب500,000 مغربي مات في الجزائر، مستعدين كذلك نحلوا الفروع والديار ديالنا لرجال القبائل ديال الجزائر باش نديروا لهم ثانيه الثوره المضاده. كما بغاو يقسموا لنا بلادنا نقسموا لهم بلادهم باش نعطيو لهم درس مزيان اشنو هما القبائل ديال بني زناسن واشنو هما المغاربه. نحن مع الوحده الترابيه، وخص المغرب الان ماشي يقول غادي نحرروا غير الصحراء احنا حررناها. خصنا تحرير تندوف، بشار، عين الصفراء، القنادسه، زبوش الوسط، بني والنيف، زاويه سيدي عبد القادر، توات، 1,000,000 كيلومتر مربع من الاراضي المغربيه. للاسف السلطان الراحل محمد الخامس رحمه الله دار الغلط مع فرنسا اللي ما شدش الارض ديالو نهار اللي فرنسا قالت له اجي دير الارض ديالي. الحسن الثاني رحمه الله نهار اللي كان الجنرال درس بن عمر بغى يدخل لداخل يوصل حتى الوهران، عيط له الحسن الثاني الله يرحمه قال له ارجع انا صفتك تدافع ما صفتكش تهجم. الجولان في سوريا حنا ضحينا معاهم مع السوريين، المصريين ضحينا معاهم، قلنا هذه الدوله الجزائريه مع من ضحات دائما هي تبكي. حتى الشعب المغربي خلاته الشعب الجزائري خلاته بالجوع رغم انها عندها المداخل ديال البترول وصلت 300 مليار. قولوا لنا فين هي 300 مليار ديالكم؟ خسرتوها من هنا ومن هنا. تشريو في رؤساء الدول وتشريو في رؤساء نتاع البعثات الدبلوماسيه ديال الامم المتحده، ونسيتوا الشعب الجزائري اللي خليتوه بالجوع لدرجه ان جميع الجنرالات اللي ما عنده 30 40 مليار دولار سرقها ودارها في سويسرا وفي دول اخرين. المغرب سوف يدافع بكل قوه عن ارضه ومحيطه الجغرافي والتاريخي، ونحن امه اللي عندها تاريخ ديال 15 قرن. وشكرا لكم.